تخيل معايا تأمين السفر يغطيك بمبلغ 30,000 يورو. مش بس كده، ولكن تقدر تعمله وتطلعه في نفس اليوم وبتكلفة مش هتصدقها. لو مسافر بره مصر قريب ومحتاج تعمل تأمين يغطيك خلال رحلتك، او مطلوب منك وثيقة تأمين علشان تقدمها في اي سفارة، يبقى خليك معايا في الفيديو ده علشان هقولك على واحد من افضل واسهل التأمينات اللي ممكن تعملها في مصر في الوقت الحالي. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة اساسيات السفر. في فيديو النهاردة هقول لكم ازاي تعملوا تأمين السفر باسرع واسهل طريقة ممكن. طبعا في الفترة دي انا بقدم على فيزا لاحد الدول اللي مسافر لها الشهر الجاي، ومطلوب مني اعمل وثيقة تأمين ضد حوادث السفر. فالتأمين اللي انا عملته هو تأمين امان، والتأمين ده بتقدمه المجمعة المصرية للتأمينات. تأمين امان هو وثيقة تأمين سفر للخارج، بتقدم رعاية كاملة للمسافر ضد الحوادث والمرض المفاجئ بحد اقصى 30,000 يورو. والتأمين ده كويس جدا لانه هو بيغطي النفقات الطبية وتكاليف الاقامة في المستشفى، وكمان تكاليف اعادة المؤمن عليه الى بلد الاقامة. ازاي نطلع تأمين امان؟ طيب، علشان تعمل تأمين امان اول حاجة هتحتاج تعملها ان انت تروح لقسم الجوازات القريب منك. هتلاقي هناك مكتب خاص بشركة امان، وطبعا لازم يكون معاك جواز السفر وصورة شخصية ومبلغ 325 جنيه اللي هي رسوم اصدار تأمين. وانت واقف الموظف بياخد منك الباسبور، وبعدها بدقايق بيسلمك الباسبور وعليه وثيقة التأمين. وثيقة التأمين هي عبارة عن ستيكر بيكون ملزوق في اخر صفحة في الباسبور بتاعك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والبيانات بتكون في وثيقة التأمين مكتوبة باللغة الإنجليزية. وطبعا لو هتحتاج تقدم الوثيقة لأي سفارة أجنبية يبقى لازم تطبعها، وعلشان تطبعها لازم تتبع الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي. أول حاجة بتحتاج تدخل على الموقع الإلكتروني اللي مكتوب في أسفل الشاشة، بتدوس على بوابة العملاء وتدخل رقم الوثيقة ورقم بطاقة الرقم القومي، وبعد كده بتختار طباعة الوثيقة باللغة الإنجليزية. وبكده بتكون طلعت تأمين للسفر في أسرع وقت وبأقل تكلفة. طبعا لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، وأشوفكم في فيديوهات تانية من سلسلة أساسيات السفر. سلام عليكم.